قرية أرض الوطن قرية كردية تتبع إداريا محافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد ناحية كنسبة. عدد سكانها حوالي 1000 شخص كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت معظم قراه لقصف شديد من قبل النظام السوري نظام بشار الأسد. تدمرت قراه وتهجر أهل هذه القرى، لذلك هم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. وهنا أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك، لأنهم بحاجة إلى مساعدتنا ومد يد العون لهم. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية أرض الوطن.